يوسف: الصبر والغفران. كان النبي يعقوب يحب ابنه يوسف حبا عظيما، وقد منحه الله رؤيا عظيمة: رأى الشمس والقمر و11 كوكبا تسجد له. هذا الحب وتلك الرؤيا أثارت غيرة إخوته الكبار. خطط الإخوة للتخلص من يوسف. في يوم غادر، أخذوه إلى الصحراء بعيدا عن عين أبيهم، وارتكبوا جريمتهم. بعد أن ألقوه في البئر، عادوا إلى أبيهم بقميص يوسف ملطخ بدم كاذب، مدعين أن الذئب أكله. لكن النبي يعقوب كان صابرا، واثقا في حكمة ربه. بعد أيام، مرت قافلة تجارية عطشة. أرسلوا ساقيهم لجلب الماء، ففوجئوا بصبي صغير يخرج معدل. انتشلوا يوسف وخبأوه، ثم باعوه كبضاعة في مصر. اشترى يوسف العزيز وزير المملكة. نشأ يوسف في بيته على العفة والأمانة، حتى أصبح شابا ذا جمال وقوة. حاولت زليخ غواء يوسف، لكنه فر هاربا نحو الباب، متمسكا بعفته. فلاحقته ومزقت قميصه من الخلف. ولأنها لم تستطع أن تتقبل رفضه، اتهمته بالباطل. وبسبب هذا الاتهام ألقي يوسف في السجن. لكن حتى خلف قضبان السجن، كان يوسف عالما مفسرا للأحلام. في السجن، فسر يوسف أحلام رفيقية، وذكر أحدهما: الساقي يوسف بعد سنوات عندما رأى الملك حلما مقلقا عن 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. استدعى الملك يوسف، الذي لم يخرج إلا بعد أن أثبتت براءته الكاملة في قضية زوجة العزيز. أعجب به الملك وجعله مسؤولا عن خزائن الأرض، يدير سنوات الرخاء والجفاف. حلت سنوات القحط، وجاء إخوة يوسف من بلادهم لطلب المؤن. وقفوا بين يديه منحنيين، لم يتعرفوا عليه، لكنه عرفهم تماما. في النهاية، كشف يوسف عن هويته لإخوته بكلمات كلها عفو ومسامحة، طالبا منهم إحضار قميصه لوضعه على وجه أبيه يعقوب. عادت البصر للنبي يعقوب عندما شم رائحة القميص، وتحققت الرؤيا كاملة، حيث اجتمع الشمل بعد طول غياب وصبر جميل. لقد كانت قصة عن العفو والصبر والمكانة. لو عجبتك القصة اعمل متابعة واشترك في القناة.